اوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة هشام. وديدي. معانا يا جماعة النهاردة طبعا منتجات مصرية عليها إقبال شديد جدا الفترة اللي احنا فيها دي. ليه بقى عليها إقبال؟ طبعا عشان في حاليا مقاطعة، فمعانا منتجات كتيرة يعني، وحاجات بتكسب وحاجات بتشخلل، صح؟ اكيد طبعا فهنشوف. هنجربها كلها معاهم يعني. فهنشوف بقى الحاجات دي معاكم ونجربها. طبعا الحاجات اللي هي طبعا سيئة هنقول رأينا فيها، دي حاجة أكيدة، طبعا مش هنجامل ولا هنطبل. فالحاجات اللي هي السيئة هنقول رأينا فيها، وبالتالي اكيد عشان احنا راينا ده عشان هم يتحسنوا برضه. بالظبط عشان تحسن المنتج بتاعك، يا إما تركن على جنب بس كده من غير زعل. ومن غير زعل. فانا هندي يعني هنقيم قدامكم، وهندي بوينت على كل حاجة من 1 لحد 10. تمام؟ تمام. استنونا بقى ونشوف هنجرب ايه بعد كده. ورجعنا لكم تاني. معانا منتجات يا جماعه دبل دير. دبل دير في ناس كتير اتكلمت عليها، وفي ناس قالت رايها، وفي ناس قالت ان هي حلوه، وفي ناس قالت ان هي وحشه، فاحنا هنجربها معاكم. معانا منتج اللي هو دبل دير شعيب بالكراميل. معرفش ايه شعيب بالكراميل ده. هنجرب ونشوف. هنجرب ونشوف ايه شعيب بالكراميل. معانا دلوقتي برضه دبل دير قهوه شوكولاته، ده غازي يعني مشروب غازي فيه صودا. فاحنا هنجرب دلوقتي نشوف بتعمل تيس ولا ما بتعملش تيس. مش معقول، مش معقول يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ عارفين انتوا ليا صودا كده. بسم الله. اوبا، ادي جامد ادي جامد. شوف اللون، شوف الطعم، كل حاجه على عينك يا تاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها مدي. لا ريحتها. ريحتها مديه على قهوه. بسم الله الرحمن عارفين الرحيم. انتوا البونبوني اللي هو بالقهوه ده نفس الريحه. التوفي. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ كام من 10؟ كم مرة أقول؟ الله اعلم. يا ابني عد يا ابني. إيه ده الله؟ قول عد. الله اعلم. 5. لا انا 6 بصراحه. يعني انا عجبني عجبتني التوفي بالقهوه ده. هو قهوه بالشوكولاته. فانت لما بتيجي تاكله كده انت في ملبس، في ميكس كده داخل. لا في ملبس بيتباع في السوق. طعمه لما تيجي تاكله كده في قهوة. في قهوه. فده هو ده نفس الطعم بالظبط. نفس الطعم بالظبط، ما فيهوش اي اختلاف خالص خالص خالص. فده كده نجيبه على جنب. المنتج التاني يا جماعه من دبل دير برضو هو شعير بالكراميل. يا ترى هيبقى ايه طعمه؟ انتوا قولوا هيبقى طعمه ايه، فهنشوف ونجرب. بسم الله. لا عمل كيس ولا عمل حاجه. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ ايه ده؟ هو مفيش دم؟ مفيش دم؟ ايه ده؟ بس يا جماعه من ريحته ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انتوا بتشربونا ايه يا جدعان؟ كام؟ فقدت النطق. كام؟ 3 وكرمينه. 2.5 انا صراحه يعني. 3. 3 3. واحدة ده حطه على جنب. شوف اللي بعده. معانا المنتج التالت يا جماعه وهو شنايدر. ناس كتير لما طلع منتج سبيروس باتس بصراحه انا ما لقيناهوش، فناس كتير قالت ان شنايدر يعني يعتبر الناس شكرت فيه يعني. فهو برضو يعتبر مشروب شعير بالاناناس. فشوف ونجرب. جربوا بقى مع بعض. اوبا، سمعتوا التيس؟ انا عملتها بسرعه بس ما حد سمع التيس. ما شاء الله ايه معموله سيلوفانه. بسم الله. قدامك اهو، مش محدش يقول حاجه. يا راجل قولي كده. بسم الله.
لا حلو. واو. حلو، لا جميل صراحه. واو. طعمه حلو. اكسلنت يا بيبي. كأنك حرفيا بتشربه فيروز. كم من 10؟ 8 من 10. انا بصراحة اديله 10 من 10 عشان هو بصراحة فوق الواو بزيادة بصراحة، يعني ما يفرقش خالص عن فيروز. يعني انت جبت فيروز، جبت ده وغمضت عينك ودقت، بصراحة الاتنين ما يفرقوش عن بعض. فبالتالي ابل شنايدر ده منتج ممتاز بصراحة. صراحه طعمه حلو فعلا. 10 من 10. نشوف اللي بعده. المنتج اللي بعد كده يا جماعة وهو منتج داش. داش ده مكتوب عليه ان هو شعير كلاسيك عادي جدا، ما فيهوش اي فليفر، فهو منتج شعير. فهنشوف نجربه بقى مع بعض دلوقتي. ونجربه. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله. اوه. اللي داش جامد قوي يعني، فاهمين؟ فاحنا هنشوف ما شاء الله، نجرب ما شاء الله. يعني منتج مصري مصري يعني. مصري اصيل. طيب يا سيدي شكرا كفايه. بسم الله. بيني وبينكو انا، هو على فكره ما يفرقش تاني عن المنتج التاني بتاع استرجل، ها، فهو ما يفرقش حاجه عنه، بس انا ما يعني مش بفضل الشعير بصراحه. يعني هو اديله 7 من 10. وانتي؟ 2. 2 من 10. 2 انا يعني طبعا. او انت ممكن عشان انت، ممكن تكون عشان انت ما ممكن يبقى ده رأيي بتحبيش. أنا، لا ممكن، لا عشان انت بس ما بتحبيش الشعير الخام، فبالتالي هي مدته 2 من 10. بس هو رايها، محدش يعني اللي يقول حاجه. اكمل بقى. المنتج اللي بعده، المنتج اللي بعد كده يا جماعه وهو بارلي. بارلي احنا جايبين منه 3 انواع، فهنجرب مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ليمون نعناع، وهنشوف الليمون نعناع. يا رب بس ماشي زي مرة اللي هو الداش. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طعمه، ده طعمه جرجير. ريحته. ريحته اوبا. عايز اعمل مستقصد ديدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مرة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حلو. مش عارف كام. انا اديله 6. يعني طعمه مش، ده يا جماعة مش وحش بارلي. يعني. انا بصراحة اديله 5، لان هو ليمون نعناع، بس هو الليمون مش باين فيه بصراحة. الليمون باين فيه يعني في اللي هي المزازه بتاعت الليمون، بس النعناع زاد فيه اكتر. طعم يعني النعناع اقوى. النعناع كأنك بتشرب شاي بالنعناع. ريحته وطعمه كمان. دي حقيقة كأنك بتشرب شاي بالنعناع. فانا بصراحة اديله 6. اديله انا اديله 6 برضه كمان. حلو. يبقى بارلي، يعني بارلي ليمون نعناع 6. شوف المنتج اللي بعده. المنتج اللي بعده يا جماعة معانا وهو اسمه بارلي برضو اهو، بارلي بلس. ده مشروب شعير فليفر بقى، غير داش. داش كان شعير خام، انما ده مشروب شعير بنكهة التفاح. فنجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد بقى يخاف دلوقتي، بقى ابعد دلوقتي عشان خاطر ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا جماعة عامل رغوة بنت لذينة، معرفش انتوا شايفينها ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. خد بالك انت ما حبيتيش التاني عشان شعير خام، هو ده شعير بس فيه بقى طعم التفاح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا التفاح مش قوي. التفاح مش قوي يا جماعه بصراحه. يعني ده بارلي شعير تفاح، يعني زود شويه على نكهه التفاح. وتحسوا ان الصودا كمان برضو مش قوية، يعني الصودا برضو ضعيفة. الرغوه دي ما خمتني. بس هو لا، عايز يزيد شويه على نكهه التفاح بصراحه. تديله كام قلنا؟ اديله 5. 4.5. انا خليفته اعرف على طول. المنتج اللي بعد كده يا جماعه وهو بارلي برضو، بس ده بنكهه البرتقال، مش شعير بقى.
صودا عادي. نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بقى انا بقيت اخاف. بص كده اشوف هيجي عليا حاجه ولا ايه. معلش 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 معلش. بسم الله. لا حلو. ما فيهوش طعم ما فيهوش طعم البرتقال اصلا. هو حلو بس يعني ده صفر. انا بالنسبه لي ده صفر. حلو ازاي بقى؟ ضعيف يعني كل حاجه فيه هاديه، هو على الهادي خالص يعني مش ده يا قوي جماعه يعني. بارلي بنكهه البرتقال. بصراحه لو انتوا شفتوا ده تشتروهوش. طعمه مش برتقال، ما فيش هو اصلا. هادي خالص يعني، ما عامل فيهوش زي نكهه اساسا. هما مم. كاتبين برتقال وما فيهوش نكهه اساسا. يعني الناس اللي بتحب تشرب الحاجه كده هاديه، فده طعمه مش قوي فيها، ممكن تحبه. فده نركنه على جنب. المنتج اللي بعد كده يا جماعه معانا وهو نوفي. اسمه نوفي برتقال. مم. نوفي برتقال. معرفش يعني ما شربتوش قبل كده. مم. شفتيه قبل كده؟ لا انا اول مره اشوف. فده بيقولوا منتج مصري. هنشوف عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خارج التقييم نهائي. ده ولا طعم ولا ريحه. خارج التقييم نهائي. منتج اسمه نوفي. يعني بجد لو شفتوه ما تجيبوهوش خالص. انت تعبان دلوقتي على المنتج وعامل شكل وغطا وعلب وازازه ودنيا وشكل وحوارات، وفي الاخر بصراحه ما فيهوش طعم البرتقال نهائي. حتى الصودا ما فيش يعني. ميه انا بسكر، كانك بتشرب ميه بسكر ولون. بصراحه بالظبط فده والله يعني. خارج عن التقييم نهائي. بالنسبه لنا 0/10. وانت صفر ده كتير. كمان يعني -1. ازيك يا مدحت؟ مش شارب. المنتج التاني يا جماعه معانا وهو منتج فولت. فولت يعتبر مشروب طاقه زي اغلبيه مشروبات كتيره. اغلبها طبعا انت عارفاه، مم. اللي هو ريد بول. فهنجرب ونشوف. عايزه ابص هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يعني يجي منه. هو طعمه عامل زي اي مشروب طاقه يعني. ده يعني طعم عادي يعني. يجي منه يعني الى حد ما يجي منه. فانا هديله 7/10. وانتي؟ 7 برضه. تمام. يبقى منتج فولت يا جماعه 7/10. نركن ده على جنب. المنتج اللي بعد كده هو ماكسي كولا. فزيه طبعا زي البيبس. فهنشوف وكوكا كولا وكده. فهنجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. كان نفسي والله الاقي سينا كولا بس ما لقيناش سينا كولا. وبعدين بقى هخاف على نفسي. هبعد. اهو. اه لا ما شاء الله الصودا قوية. اهو شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا جماعة. بسم الله. جامد جدا. جامد جدا بصراحة. ماكسي كولا يكسب. ماكسي كولا واو. بالنسبة لي ماكسي كولا ايه؟ واو. اديله 10/10. وانتي؟ 9. المنتج اللي بعده يا جماعة وهو اسمه فيرست. فيرست برتقال زي اختنا ماريندا كده. بس ده منتج مصري. فهنجربه. نجربه بقى مع بعض ونشوف الطعم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ابعدي بقى، ابعدي انت عن بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه كده. بسم الله. بسم الله. مش
عارف عيب على يوسفندي. يعني هو يعني هو هو بصوا يا جماعة، هو فارس برتقال. مم. فارس برتقال، مش انتوا شايفينه ولا لأ؟ تمام. فلا مش طعمه برتقال خالص، بس هو يجي منه. يعني هو لو شال لو شال دي وحطها يوستفندي فيبقى تمام، لان هو مش برتقال خالص بصراحة. المنتج اللي بعده يا جماعة وهو اسمه لذيذ وروعة. كان ده في منتج زمان واحنا اه صغيرين، كان اسمه ياهو. ياهو نفس شكل الازازه كده ونفس تصميم الازازه كده. بالظبط. وهو ده يعتبر بيخاطب الأطفال. مم. فهل مثلا ده طعمه حلو ولا؟ شوف دلوقتي احنا ما قيمناش فيرست، تديله كام؟ فيرست اديله 6. ست. ماشي الحال. بس هنشرب ايه بقى؟ نشرب البتاع ده كده ولا نفتح بقى؟ نفتحه كده. لا افتحها. بسم الله. هو المفروض يا جماعة ان هو بيقول لك ان هو ده مانجو، فهنشوف مانجو ولا ميه بسكر. بسم الله. ميه بسكر. ميه بسكر. وما محدش يجيبه محدش يجيبه خالص. ميه بسكر حرفيا. ما اعرفش يعني، في شركات بتبقى فاتحه تفهمش بتخاطب مين. يعني انت عامل منتج ومكلفه وصارف عليه، طب وفي انت الاخر مثلا هتستفيد ايه لما تخسر؟ يعني يعني مش حدش هيشتري منه. انت عارفه دلوقتي قلب معايا ايه؟ امم مانجا مدخنه. يعني والله يعني قلب معايا بحاجه مدخنه كده يعني. انت المفروض ان ده انت كمان عامله للاطفال، فانت لما تيجي تعمل ده للطفل يعني لا، ده خارج التقييم خالص. يعني. والله اقسم بالله قلب في بقي حاجه مدخنه. مش عارف بقى. يلا. مش متقرفهمش بقى. لا، ما عشان ما يجيبوش. ايوه. خلصنا يا جماعه من المشروبات. نخش بقى في ايه؟ في اللي انا عارفه شخصيا يعني. ده من قبل ما ادوقه ده ارشحه ليكم بصراحه من قبل ما ادوقه، وهو كتاكيتو. حبيبي 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 بقول لك ما احبش في الدنيا كل حته مني. كيتو. كتاكيتو ده طبعا تبع عشان شركه شمعدان. مم. فيعتبر بصراحه جامد. فاحنا انا بقول لكم ليه، عشان انا دقته قبل كده. فخلي ديدي بقى هي تدوق، تمام. هي تقول لكم بقى رايها. انا عارف تقييمي دي 10 من 10 يعني. انا بالنسبه لي ده خارج التقييم نهائيا. بسم الله. سلام. لا هو ايوه يعني تقولي حاجه غير كده. لا لا بجد والله طعمه حلو جدا. هيعجبكم على فكره يا جماعه. هو ومناسب يعتبر لسعره يعني. شوكولاته دارك هو كمان. امم ويفر كده يعني شبيه للكيت كات. فطعمه بصراحه في حته ثانيه. حلو جدا. تديلي كام؟ 10 ولا؟ اديله لا 9. اديله 9. 9 عشان برضو يعني بصوا هي مش كبيرة قوي يعني. على 10 حاساها ان هي كتير يعني. هي ب 10 جنيه صح. يعني على 10 جنيه هي كتيرة بس. تمام. يبقى كده كتاكيتو جربوه والله مش هتندموا. المنتج اللي بعده يا جماعه وهو يعتبر بسكوت بالتمر. طبعا في شركات كتير، بس يعتبر ده برضو ايه مصري ومش معروف. فاحنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وندوقه نشوف الطعم رايح فين. هل الطعم رايح في حته حلوه ولا رايح في داهيه؟ تعالى هنجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يعني مش عارف. عاملين لها مش عارف انتوا شايفين ولا؟ بص عامل ازاي. يعني مصغرينها جدا. مش عارف، بحس مش ان هو عارفة ايه يعني. مش عارف. انت دوقي كده. مش عارف يعني. هي قطمه. هو شغال بس اللي هو مش قوي ان هو شغال. يعني مثلا فيها ايه لو كانوا يكبروا القطعة شوية؟
ومش يعني بعد ما تاكله كده تحس ان انت وسكرها في حاجة فيه مش سكرها عالي سيكا كمان، فبالنسبة لي ده اديله 5. 4. 4. ده اسمه اونيرو لافا، مش عارف ممكن يكون في ناس عارفاه وممكن لا. انا الصراحة اول مرة اشوفه. مش عارف ده يعني شبيه للبيس كريم شويه، مم. يعني اللي عارف بيس كريم ده شبيهه شويه. ده بتاع شركه ايديتا بتاعت مولتو وكده. بصراحه ما دقتوش بس انا عارفه انا يعني. لسه هدوقه معاكم دلوقتي، انا معرفش طعمه ايه. شفت الكتاكيتو، لا انا عارفه، انما ده لا ما دقتوش قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا واو، تعرفوا بقى اي حاجه حلوه بالنسبه لي واو، لا جميله. حلو. بصوا كمان الشوكولاتة اللي فيه باينة، ايوه يعني مش عشان هو حجمه صغير يبقى شوكولاتة فيه قليلة، لا يعني فيه يعني ما شاء الله مليان، يعني حلو لا، يعجبكم يعني. اديله 9. لا 8. خليك تعرف على طول اختي دي، خليك تعرف. المنتج اللي بعده طبعا انتوا عارفينه يعني، ويفر. ويفر. لا في ناس كتير ما تعرفوش. يعتبر زيه زي الشمعدان كده. تعالى هنجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. احنا نقسمها طبعا. وانا مش عارف هي بتعمل. هي المفروض ان هو بالفانيليا، يعني هي مش محشيه كريمه. بسم الله. حلو. زي الشمعدان بصراحه. اديله 9. لا جميل الصراحه. الويفر ده يا جماعه، المنتج ده زيه زي الشمعدان. مش انتوا شايفينه معاكم ولا لا؟ ايوه. فبصراحه لا 9. انت قلت كام؟ 9 برضه، طعمه عجبني الصراحه. تمام. المنتج التاني يا جماعه وهو اسمه نايس. هو يعتبر ان هو بيقول ان هو بسكوت شاي، بس بسكوت شاي بطعم جوز الهند. معرفش ازاي، انا اعرف ان بسكوت الشاي بيبقى ساده ما يبقاش ليه اي طعم. فهو بيقول لك، ولا هو مش بسكوت شاي مش عارف. هو المفروض ان هو بسكوت بس ان هو عليه ايه جوز الهند. فانا هندوق كده نشوف يعني الفليفر بتاعه طعمه ايه. الجوز الهند ما شاء الله. حجم البسكوتة ايه، حجم البسكوتة حلوة وكمان ومتقلة، يعني تقيلة كمان، مش خفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة اسمه نايس وهو نايس. لا جميل جدا بصراحة. حلو ما شاء بصراحة الله. حلو وتقيل مش خفيف. يعني في بسكوت بيتباع في السوق تيجي تحطه في الشاي يغرق يغرق في شبر ميه. لكن ده ماسك نفسه كده. يعني انتوا لو جبتوا مثلا البسكوت ده مع كوبايه شاي الصبح كده وانتوا بتفطروا هتشبعوا الصراحه، لان هو بيركن يعني. وكمان طعمه يعني حتى على فكره هو من غير شاي هو ليه طعم مع نفسه كده. فبصراحه لا طعمه حلو الصراحه. تمام. نركن ده على جنب. خلاص من المشروبات الغازيه ومن البسكوتات وكده نخش بقى في حاجه. وانا بجيبها الراجل قال لي ايه، وانا لقيته يعني شدني بيقول لك الكينج كله جوايز. فانا بعمل كده لقيته تقيل. هو ايه يا عم الحاج؟ انا عايزه اقول لكم متحمسه جدا انا ما فتحتوش بصراحه. لما جبته قلت هفتحه على القناه. انا لقيته تقيل حرفيا. فبقول له هو في ايه؟ بيقول لي ده في علبه عصير وفي لعب وفي. قلت له في علبه عصير؟ قال لي فهنفتح قدامكم شوف الدنيا ماشيه ازاي. اهو قدامكم اهو ما شاء الله. فعلا في علبة عصير. علبة عصير اهو اسمها موبست. جوه الكيس يعني. جوه الكيس. بس الكيس طبعا يعني يعني هو الكيس اللي متقله الكيس يا جماعة فاضي. يعني بس عشان تبقوا عارفين عشان ما تتخموش. الكيس فاضي وفي حبة برضو وقع هنا اهو.
بس الكيس فاضي، بس جواه علبة عصير. احنا طبعا مش هنعمل ريفيو عن علبة العصير دي، ممكن تكون برضو ميه بسكر، فاهمني؟ لا ممكن تكون تتغير يعني من كيس ممكن لكيس. برضو بس نفتح. عايزين ندوق طعمه ونشوف طعمه ايه. ماشي نفتح التاني برضو. هو ده بيقول ان هو بطعم الجبنة، دوقي كده. لا ما فيش جبنه. مش حد مفيش جبنة كمان، هشة يعني. امم. في منتج اسمه فلامينكو يا جماعة، معرفش حضرتك عارفينه ولا لا؟ لا ماسك نفسه كده عندها انما دي شويه. بص عاملة ازاي؟ امم. يعني ما شاء الله يعني. نشوف التاني نوريكم بقى علبة العصير ولا ده ايه؟ اهو ادي العصير برضو. علبة عصير، بس مش عارف بصراحة ده ايه، ولا دي علبة صلصة ولا ايه؟ لا علبة عصير تفاح اسمها هانزو. علبة تفاح اسمها هانزو. يبقى كده في كل كيس في علب عصير. بصوا هما كاتبين ان هو بيكون فيه هدايا بس يعني ممكن اي حاجه تانية بالعصير احنا بنعمل يعني ما اعرفش يعني. ده بطعم الكاتشب. ده زي اخوه يعني. مفيش. ما فيهوش طعم الكاتشب. مفيش اي حاجه خالص. اللي يعرف ويندوز في منتج اسمه ويندوز، ده في حته لوحده طبعا. بس احنا ما نعرفش ويندوز معانا ولا لا. في منتج اسمه ويندوز يعني. تقريبا مش معانا عشان هو تقريبا امريكان، فمش عارف. بس هو الصراحه يعني. وبكده يا جماعه. لا اصل انا عايزه بس اقول حاجه، ان هو المنتج ده عامل 5 جنيه. 5 جنيه ويكون مثلا جواه مثلا علبه عصير زي دي او زي دي، تمام يعني حلو يعني مش وحش. وممكن على فكره ما يكونش عصاير بس. يعني ممكن تلاقي مثلا اصل هو ليه رسمه مكتوب 200 جنيه و100 جنيه و50 جنيه. فهو ده اللي طلع معانا، فاحنا ما نعرفش يعني. بس يعني هو شغال يعني. انا ممكن مثلا اديله مثلا 5 أو 6 مثلا. وانت؟ يعني 5. ماشي. وبكده يا جماعه نكون خلصنا حلقتنا. ما تنساش بقى تدعمنا عشان ده اول فيديو على القناه. ما تنساش بقى اللايكات الجميله اللي زيكم وسبسكرايب وشير ودعمنا علشان خاطر ننزل حاجات كتير 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 جايه يعني ان شاء الله. ان شاء الله كل حاجه يعني. الفيديوهات ان شاء الله الجايه هتعجبكم جدا. وما تنساش تقولنا رايك في الكومنتات. وبس. سلام. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكت لك. ايوه وانت هبله انت وعيالك وقال لك قلبك عليا.